عارفين انه توني كروس اكثر لاعب جريء ومتهور بتصريحاته، فتعالوا نشوف اختيارات كروس لافضل 10 منفذين للركلات الحرة وراح تنصدموا من ترتيب ميسي ورونالدو. وبالمركز العاشر توني كروس تواضع ووضع نفسه، وبالمركز التاسع وهنا الصدمة كريستيانو رونالدو. رغم عشق كروس لرونالدو الا انه وضعه بهذا المركز، مع انه رونالدو باقي له 6 فاولات وبيصبح هو الثاني اكثر من سجل ركلات حرة في تاريخ كرة القدم. والغريب بالموضوع انه كروس وضع بالمركز الثامن شنايدر، وبالمركز السابع كانت شانهالوغلو، وبرايي الاثنين مش افضل من رونالدو. وبالمركز السادس كروس وضع رونالدينهو، وبرايي مركز مستحق. وبالمركز الخامس وصدمة اخرى كروس بيضع ليونيل ميسي، مع انه بالراحة برايي بيستاهل يكون من المراكز الثلاث الاولى. ورغم انه اسم كريستيانو اتى بعد اسم ميسي والمركز الرابع كان متوفر، الا انه كروس رفض يضع رونالدو فوق ميسي بالركلات الحرة ووضعه بالمركز التاسع. طبعا بالمركز الرابع كروس وضع زيدان، وبالمركز الثالث وضع بيكهام الخيالي بالركلات الحرة، وبالمركز الثاني كروس وضع جونينيو البرازيلي اللي بالنسبة لكثير ناس هو اعظم منفذ للركلات الحرة، وطبعا هو اكثر من سجل اهداف في تاريخ كرة القدم عن طريق الركلات الحرة. وطبعا اخر اسم طرح على توني كروس كان روبرتو كارلوس، ووضعه بالمركز الاول وكان راضي على اختياره.